الامر على الجهات المختصه. لم يتم تقرير اي شيء لمن كما يقول لك هذوك لم يهرسوا في الماء ولا لم يطبلوا في الريح. لم يتم تقرير اي شيء بالنسبه هناك من يتحدث عن فوز نهضه بركان لان الاقمصه محجوزه وغيره. لو كان فيه قرار نهائي تم اتخاذه في الاتحاد الافريقي لتم ذكره في هذا البيان مثل ما تم الذكر في الايميل هذاك اللي تبعت. اعيد واكرر في الايميل الثاني المبعوث نهار اليوم او واحد امس وواحد اليوم كان فيه المطالبه بمنح الفريق المغربي لي زيكيبمون ديالو باش يلعب بهم المباراه. اعتقد بانه اليوم الاتحاد الافريقي تورط في ورطه كبيره وهو كما قلت انت قبل قليل الترخيص منذ البدايه بلاعب باستعمال هذا القاموس اللي فيه خريطه والمنافيه لقوانين الاتحاد الدولي اللي ذكرناها في الجزء الاول ولا داعي لاعادتها، والمنافيه حتى لقوانين الاتحاد الافريقي في الارتيكل 49 اللي كنا درناه اللي يقول لك ممنوع اي شعار سياسي ولا اي شيء من هذا القبيل دون لي زونسانت دو لا كومبيتيسيون، يعني في ساحه المنافسه. القميص يتم اللعب به فوق ارضيه الميدان، وارضيه الميدان هي ابرز ساحه للمنافسات. نقطه قانونيه اريد ان اعمل اضاءه عليها ميدو، انه البعض قال لماذا لم يدخل الحكم ويضع الكره في منتصف الميدان ثم يعطي اشاره الانطلاقه. القانون تغير منذ مده، الفيفا غيرت من قوانينها وحذفت هذه الشكليات، والقوانين الجديده تقول بانه الحكم مباشره يدون ما حدث سواء بغياب فريق او برفض المحكمه الرياضيه قرارا، فيجب على الهيئات الدوليه الرياضيه ان تنفذ هذا القرار كما هو معلوم ومعروف. باختصار حسين حتى نذهب الى الكلاس. اظن محمد بدون ذهاب الى الطاس الاتحاد الافريقي هو اللي راح يعاود يصلح الغلطه، لانها غلطه من طرف الاتحاد الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. نعم، اذا الى مباراه الكلاسيكو نبدا. نعوضنا لهم باسماء اخرى بالوان الفريق تاعهم بالرايه الوطنيه تاع البلد تاعهم بالارقام تاعهم بالاسماء، وقدمناها للمحافظ المقاوله يعني الدبل جور عطينا له دو جور بالاسماء، احترمنا القائمه تاعهم وهما رافضين مصممين باش يلعبوا بالالبسه تاعهم. هذا شيء غير مقبول ورفضناه. الان يتحملوا المسؤوليه تاعهم. قوانين الفيفا قانون الفيفا تاع بالنسبه للالبسه تاع نوفمبر 2022 واضح تمام الوضوح، ويقول لك ممنوع وضع الخرائط على الاقمصه. السؤال اللي مطروح هل الاتحاد الافريقي عنده قانون خاص به ولا نفس القانون تاع الفيفا؟ عندما يتخذ القرار بصفه نهائيه عندنا 10 ايام بالنسبه باش نديروا الريكور تاعنا على مستوى القاس، وسنقوم بهذه العمليه بطبيعه الحال عن طريق الاتحاد الجزائري لكره القدم، وندافع على حقوق النادي وحقوق ممثل جمهوريه. رد ممكن الفيفا وهذا القرار تنقل وعدم تنقل هذا ماهوش ما عنديش صلاحيات باش ناخذ به. كاين اداره وكاين رئيس تاع مجمع الدور وكاين دوله جزائريه، لان احنا نمثلوا الدوله الجزائريه.